اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه مؤميا بذلك الرفيع لا أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله وقد عليه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم عليه. ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولى ذلك لشرفه عند الله أيد القدرة صلى الله ومع عليه. بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم البست والجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله صلى الله عليه. فكنت من أول الناس سلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم.